بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله نعمل معاكم الكرواسون الجميل ده. شايفين قد ايه مورق وجميل وزي بتاع الشركات بالظبط اللي بيجي في الأكياس، نفس النتيجة ونفس الطعم. شوفوا هش ومورق وجميل جدا جدا جدا. هنعمله وطريقته سهلة ومن غير مكونات كتيرة ومن غير زبدة، وهيطلع معاكي جميل جدا ومش شارب ولا نقطة زيت. يلا نسمي الله ونقول لا اله الا الله ونبدأ بالمقادير. اول حاجة عندنا كوباية من الزبادي اللي هي 175 جرام دي، تمام اهيت 170 جرام تمام. هنحط قد الكوباية كوباية ونص دقيق، نفس المعيار. او حطينا كوباية بنفس معيار كوباية الزبادي، وهنحط كمان نص كوباية تمام كده، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر تمام، معلقة صغيرة خالص اهيت. وهنحط قرصة ملح صغيرة تمام، وهنحط معلقة لبن بودرة، وده اختياري تمام كده. بس هي دي مقاديرنا كلها. شايفين قد ايه مقاديرنا بسيطة، وهيطلع معاكي احلى كرواسون تمام. هنعجن بقى المكونات دي كويس قوي قوي. هتفضلي تعجني فيها 5 دقايق كده، هي عجينة بتلزق، بس هي عشان تسيب ايدي كده من التلزيق بليت ايدي زيت بسيط، دهنة زيت بسيطة خالص خالص، ودهنت القصعة بدهنة زيت دي، وهسيبها بقى واغطي عليها بكيس كده، واغطي عليها عشان ما تنشفش، ترتاح بس 5 دقايق تمام. بعد ال5 دقايق ما ارتاحت، على ما ترتاح كده اجيب انا الشوكولاتة بيضة وغامقة، واقطعهم قطع صغيرة كده على قد الكرواسايه، لان هي هتبقى ميني كرواسة صغيرة كده زي اللي بتيجي في الاكياس بالظبط. اقطعها بقى مكعبات، عايزة تحطي بيضة بس حطي، عايزة تحطي غامقة بس حطي براحتك بقى. عندنا هنا صينيه هرش عليها رشه دقيق بسيطه خالص خالص، عشان العجينه زي ما احنا عارفين ان هي بتلزق، وهو ده المطلوب عشان تدينا نتيجه كويسه. واحط عليها رشه دقيق بس بسيطه من فوق، وافردها بقى على قد ما اقدر. افردها على قد ما تقدري خالص خالص بسمك رفيع تمام، لغايه ما العجينه تتفرد معاكي. يلا حبيبتي اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعد كده بقى هنقطعها مثلثات. هنقسم العجينه كده زي ما انتوا شايفين اهوت. قطعها بقى زي ما تحبي، بس كل ما تصغري كل ما تديكي نتيجه افضل يعني. زي اعملي كده قطع زي اللي بتيجي في الاكياس تمام اهوت. قطعته زي ما انتوا شايفين كده مثلثات. يلا يا حبيبتي حط لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس. زي ما انتوا شايفين كده قطعته معاكم مثلثات اهوت. هاجي بقى على طرف كل مثلث كده واحط قطعه من الشوكولاته تمام، واضغطي عليها قوي قوي من الطروف عشان ما تفتحش معاكي في الزيت والشوكولاته تخرج منها تمام. احنا هنحمرها تمام اهوت زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقه بقى كلها كده. نيجي على الطرف ونحط قطعه من الشوكولاته. انا حسيت ان دي كبيره هقسمها نصين اهوت زي ما انت شايفه كده. جميله جدا جدا، وكل اللفات ديت هتدي توريقات معاكي، ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص خالص، وهتفرحي بقى اولادك جدا جدا. وانصحك يعني تضعفي المقادير لانهم هيطلبوها منك تاني، لانها جميله جدا جدا وعاطيه النتيجه بتاعت الاكياس بالظبط. منه كرواسون جميل جدا، وما خدش مننا مقادير لا زبده ولا اي مجهود خالص. هي زبادي ودقيق، ما فيش اكتر من كده، وبيكنج باودر واللبن البودره كان اختياري. عندنا هنا زيت اهوت مسخنينه على نار وسط زي ما انتوا شايفين. اول ما احط كده الكرواسون ههد عليه تمام اقل من الوسط عشان ما ياخدش لون قوي ويبقى معجن من جوه تمام كده. يلا حبيبتي حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باي حاجه انا بعملها. وتعليق منك هيفرحني ويشجعني ان انا اعمل لكم حاجات تانية كتير. اهو زي ما انت شايفه بقى ايدك فيه كده تقلبي على جميع الجهات خلاص عشان ما ياخدش لون من حته وحته تانية لا. زي ما انت شايفه كده. اول ما انا كنت مسخنه الزيت على نار متوسطه، واول ما حطيت الكرواسون هديت النار عشان ما يتحرقش مني زي ما انا قلتلك، وياخد لون بسرعه وما يستواش من جوه. اهو تقليب بقى مستمر كده ايدك فيه اهو زي ما انت شايفه. وهي النار بوريكم النار اللي هي هاديه اقل من المتوسطه. واللي تطلعي بقى على مصفى، ما تطلعيش على مناديل عشان هيطرى منك. طلعي مصفى على مصفى كده اهو زي ما انت شايفه. اي حاجه تحمر تاخد لون ذهبي كده طلعيها وحطي غيرها بسرعه، مش هياخد منك اي وقت.
ويطلع معاكي بالجمال ده. شايفين قد ايه جميل، روعة تحفة. عايزة بقى تزينيه من فوق الوش كده بصوص شوكولاتة او صوص كراميل، اي حاجة عندك، بس هو كده جميل. مع السلامة.